Hallo, liebe Leute. النهاردة هناخد der Superlativ. ايه هو der Superlativ؟ دي صيغة التفضيل باللغة الألمانية. زي ما بتقول مثلا الأقوى، الأذكى، الأجمل. هناخد تفصيلها وازاي بتتكون وايه قواعدها، ويلا بينا نبدأ. أول حاجة ازاي بنبني صيغة التفضيل؟ بنحط am قبل الصفة وفي آخر الصفة بنحط sten. ناخد مثال على شنل يعني سريع. في صيغة المقارنة هتكون schneller، وفي التفضيل am schnellsten. طيب لو في الصفة حرف من حروف الإملاوت هنتعامل معاها ازاي؟ زي arm يعني فقير، دي الصفة الرئيسية. في صيغة التفضيل ärmer أفقر، وفي صيغة التفضيل am ärmsten. زي ما انتوا شايفين في الكلمة، لو في صيغة المقارنة فيها أملاوت بتنزل زي ما هي بالتفضيل، بس بتاخد صورة الصفة الرئيسية بس مع الأملاوت. لو لقينا في آخر الصفة أي حرف من الحروف دي لازم نضيف A قبل sten في آخر الصفة في حالة التفضيل. زي breit واسع breiter am breitesten، وزي alt älter am ältesten. وكمان الصفات اللي فيها الأملاوت في المقارنة لازم يتحافظ عليها في التفضيل، زي alt älter ältesten. وطبعا معروف ان لأي قاعدة استثناءات، وهنشوف ايه هي الاستثناءات في التفضيل. زي groß كبير في صيغة المقارنة größer، وفي صيغة المقارنة am größten. الاستثناء التاني معانا في صيغة التفضيل هو لما يكون في نهاية الصفة er أو el، زي teuer غالي في صيغة المقارنة teurer am teuersten. الصفة الأصلانية بتنزل زي ما هي ونضيف عليها نهاية صيغة التفضيل sten. وأكيد طبعا بعض الصفات حالات خاصة وملهمش قواعد ويتحفظوا على الوضع بتاعهم ده، ودول من الحالات الخاصة لصيغة التفضيل. وبكده احنا خلصنا درس صيغة التفضيل وخلصنا السلسلة الخاصة بدروس الصفات. لو ليكم أي استفسار أو سؤال اكتبوا لي في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو دوس لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. ولو ما كنتش اشتركت معايا في القناة اشترك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. تشوس.